الفلك أو السفينة هو أحد الأشكال الطقسية الرئيسية في تصميم ومعمار الكنائس، وهو ده المضمون اللي بناء عليه تم هذا العمل بمسبح الملاك ميخائيل بكنيسة السيدة العذراء والأنبا أبرام بفيصل. أدعوكم معايا لزيارة هذا الفلك وإلقاء الضوء على بعض النواحي الفنية الرئيسية في هذا العمل. عموما عندما يطلب من أي فنان التعبير عن فكرة معينة أو معنى معين، فليس من العميق إنه ينقل الفكرة ديت نقل مباشر، نقل حرفي، بل عليه إعادة صياغتها من جديد برؤية معينة فنية. وده اللي حصل في هذا العمل، إن إحنا أعدنا صياغة السفينة من جديد، بإن إحنا فككنا مفردات ومكونات السفينة العادية وأعدنا صياغتها في تكوين جديد يعبر عن ملامح وشخصية وسمات السفينة بوضوح شديد، بحيث إنه يكونش نقل سطحي مباشر. وهنلاحظ دوت بوضوح في تصميم هذه الكنيسة. هنلاحظ مثلا استخدام الخط المخموس المتكرر في الشبابيك، وموجود في حجاب الهيكل، وموجود برضو في الحائط الخلفي، وموجود في الأيقونات. لأن الخط المخموس ده خط أساسي ورئيسي، بل هو الخط الأساسي في بناء ومعمار أي جسد سفينة أو أي جسم سفينة. فلذلك إحنا استخدمناه مش بصورته الحرفية كما هو موجود في السفينة، ولكن توظيفه. يعني مثلا شفناه في الظهر، شفناه في الأيقونات، ليعطينا الروح فقط وشخصية السفينة، وليس نقل مباشر ليها. أيضا هنلاحظ برضو مضمون الفكرة ديت في الحوائط وفي السقف. هنلاحظ الحوائط بتعبر عن الأضلاع الداخلية والهيكل الداخلي لقلب السفينة من الداخل. كذلك السقف، التشكيلات الخشبية الموجودة في السقف بتعبر برضو عن نفس المضمون، وليس نقل مباشر لسفينة. لأن السفينة في الواقعية يعني مش شرط يكون لها سقف، سقفها عامل ازاي، لكن سقف الكنيسة مختلف. هل سقف السفينة هو نفس سقف الكنيسة؟ لا، لكن احنا خدنا الهيكل الداخلي أو البناء المعماري الداخلي للمركب أو السفينة، اللي هو التشكيل الخشبي، ووظفناه في سقف الكنيسة بحيث يعطي هذا الانطباع دون النقل المباشر. الخامة المستخدمة هنا خامة الخشب، وبالتحديد خشب الموسكي. ليه خشب الموسكي بالتحديد؟ لأن خشب الموسكي أولا لأنه مش غالي قوي ومتوفر جدا، ولكن ده مش السبب مهم أو السبب الأساسي. السبب الأساسي إن خشب الموسكي وأيضا خشب العزيزي اللي هو البيتش باين غني بالثمارة وبالعقد. لما بنيجي نعمل قطعة موبيليا بنبتعد تماما عن خشب الموسكي، لأنه فيه عقد كتيرة جدا. لكن في هذا العمل احنا محتاجين نبين تأثير الزمن والقدم في هذا المكان، لأن تشابك العقد ديت وعلاقتها ببعض تعطيني علاقة تشكيلية جمالية جميلة جدا، بالإضافة إنها الثمارة مع العقد ممكن تعطيني كما لو كان موسيقى لحنية أو لحن موسيقي هادي.
بنلاحظ برضو استخدام الكتل الخشبية المصمتة وليس العلب. هنلاحظها برضو في كل أجزاء الكنيسة، هنلاحظها في أضلاع الكنيسة الرئيسية اللي على الجدران يمين وشمال، ونلاحظها برضو في السقف، في التشكيلات الخشبية الموجودة في السقف. هنلاحظها برضو في حجاب الهيكل. كان ممكن مثلا حجاب الهيكل ده يتعمل علبة، لكن احنا فضلنا يكون كتلة. ليه؟ لسبب واحد، ان الكتلة الخشبية بتديني إحساس أعمق بالزمن، كما انها بتعطيني إحساس أكثر بالاستقرار وبالهدوء، مما يعطي للمكان تأثير الهيبة والسكون. وعموما انا راعيت في الكنيسه حاجه مهمه جدا، ان انا احافظ على شفافيه المكان. ازاي؟ انا استخدمت كتل خشبيه مصمته جدا، في نفس الوقت عايز احافظ على الشفافيه، فتبعت ان انا استخدم مساحات فراغ ووزعها في اماكن معينه في الكنيسه، بحيث تبدو الكتله الخشبيه انها رشيقه، زي المنجليه، زي حجاب الهيكل مفرغ. حتى السقف برضو هو سقف كبير وضخم، بس متشال على كوابيل مفرغه. فيبدو ان الكنيسه برغم الثقل الكتل الخشبيه الا انها تبدو فيها شفافيه لزياده الفراغ ومساحات الفراغ وتوظيف الفراغ في هذا العمل. أما بالنسبة للخامة الرئيسية الثانية المستخدمة في هذا العمل، فهي خامة النحاس. طبعا من اسمه النحاس يتماشى مع الخشب، وليه تشعر بقرابة بينه وبين خامة الخشب. ومزجت في النحاس ما بين النحاس القديم وبين النحاس المطلي بالذهب. النحاس المطلي بالذهب في أواني المذبح وحامل الصينية وبعض الشمعدانات، وده علشان يعطيني إحساس بجلال الملك وهيبة المكان. في نفس الوقت استخدمت النحاس القديم اللي هو أكسيدية أو أقدم من كده شوية، استخدمته في الأباليك وفي النجف وفي مقابض الباب، علشان يعطيني إحساس برضو بتأثير الزمن والقدم. وكل ده بيعطي انطباع هادئ للمكان، فيه سكون وفيه هيبة وفيه وقار يناسب التصميم ده. الألوان المستخدمة، أنا استخدمت لون بني درجة متوسطة بدون أي إضافات لونية، وما استخدمتش مع اللون دوت ورنيش عشان يلمع. الورنيش ممكن يستخدم في رأيي في قطعة موبيليا أكتر يعني، لكن عشان أحافظ على القدم وتأثير الزمن اللي أنا اتكلمت عنه، استخدمت فقط سيلر بدون أي إضافات لونية. من المعتاد ان احنا نشوف المنجلية عبارة عن كتلة مستطيلة من الخشب عليها رسومات زخارف، ممكن تبقى قايمة، ممكن تبقى قشرة. لكن انا برضو فضلت في المكان ده ان ما احطش كتلة بوكس كده مربع من الخشب، فضلت انه يكون يتماشى مع روح وشخصية المكان. فجاءت عبارة عن عمود قبطي له تاج عليه زخرفه، وفرغنا من التاج ده من جوه، والتاج عامل زي الطبق بالظبط، تاج فيه تلخيص وفيه تجريد نوعا ما، والتاج خارج منه صفحتين الكتاب.
كما لو كانت المنجلية أثناء القراءة بتبتهج وتفرح بهذه القراءة. هو مش المطلوب ان احنا ننور الكتاب اللي موجود فوق المنجلية، واحنا عايزين نخلي المنجلية فرحانة. نتكلم عن حامل الصينية. برضو حامل الصينية وضعنا له فكرة بسيطة وجديدة، عبارة عن كابولي مفرغ صلبان بيشيل طبق من النحاس. الطبق ده بيشبه تماما الصينية اللي بتبقى موجودة على المذبح اللي بتوضع فيها الذبيحة، ولكن غيرنا في شكل الصليب الموجود، خليناه من تحت وطريناها بالذهب، بحيث برضو تعطينا إحساس الملك وجلال الملك. أما بالنسبة للمذبح فبرضو حاولت أهرب من فكرة إنه يكون مربع برضو مصمت، حاولنا نخليه فيه فراغ فخليناه على شكل صليب يبقى ليه 4 أركان لما هنشوفه، وبرضو لفيناه بشريط من الكرمة قايمة محفورة، وفي النص عملنا قربانة بلون أفتح من المسبح كله. القربانة دي مجسمة برضو، لما نيجي نشوفها هنشوف إنها مجسمة ممكن الإيد تمسكها كما لو كانت قربانة بمقاسها الحقيقي. أما عن الأيقونات فهي كان ليها برضو تصور معين أحب أعرضه عليكم. الأيقونة في العادة بتبقى صورة معلقة. الأيقونة هنا في الكنيسة جزء من تكوين المعماري للكنيسة، والأيقونة هنلاحظ إنها واصلة للأرض، لمس الأرض، كما لو كان صاحب الأيقونة واقف وسط المصلين وليس صورة على الحائط. ودي كانت الفكرة في تصميم الأيقونات، إنها تكون الأيقونة متحدة بالبناء التشكيلي أو الجمالي أو البناء المعماري الخشبي للمكان من الداخل، في نفس الوقت نشعر كما لو كان صاحب الأيقونة واقف وسط المصلين. أنا يكفي إن أنا أذكر اسم الفنان أستاذ صبري ناشد، وأسيبكم بقى تتأملوا الحلول والتصورات الفنية الحديثة للأيقونات، اللي أنا في رأيي إنها بتعبر عن شفافية خامة الخشب، كما إنها تدعو إلى التأمل الدقيق عندما نقف.